ارفع راسك فوق انت مغربي. أنجزت سيدات منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات في أول مشاركة لهن. منتخب المغرب النسوي تأهل في أول مشاركة ليه في المونديال. يا مبعر منك ليه؟ عادل انتهت الأمور في لقاء ألمانيا وكوريا. مليون مبروك للمغربيات. توقف فينا راه كلشي ممكن، والكرة هي هادي، والمغرب راه غادي وكيديفلوبا. المغاربة عندنا النفس هي اللي كتعطينا لا موتيفاسيون. دونك شكرا لكم، شكرا للعائله ديالنا، شكرا الناس كاملين، وديما مغرب ومازال درابو ديال المغرب غادي يتهز. انتصار كبير يدخل المنتخب المغربي النسوي الى بوابه الارقام القياسيه الكبيره جدا كاول منتخب عربي افريقي امازيغي يصل الى دور ال16 في نهائيات كاس العالم. نقاط، ارفع راسك فوق انت مغربي، انت عربي، انت امازيغي، انت مسلم. هو ده حال المنتخب المغربي اللي عودنا في بطولات كاس العالم انه انكتب عليه انه يشرف العرب كلهم. مباراة بعبارة نقولوا تعريجات، مباراة تعريجات بقلب نساء لكن بقلب رجل. المنتخب المغربي النسوي في دور ال16 لكأس العالم في أول مشاركة. فرحانين بزاف الصراحة، ما عنديش لي بارول بوغ ديكريغ سو ماتش. عرفتي الدقايق الاخرين كانوا ترو كومبليكي، اون اتوندي بيان سور لو ماتش اكوتي كوم عارفين كاملين، ولكن كنا مجموعين، لعبنا فريمون توس انصومبل، حنا فرحانين و امبوسيبل از نوت موروكو. دابا انا مريح الماتش مريح الكار. واش دابا الالمان يضرب 3-0 بعد صدمة هي تخسر وتتأهل. لا هي تخسر تتأهلنا وعلى البلاص 6-0 عجيب. ايه قولكم بقى يا اللي بعد اللقاء الاول بتاع المانيا طلعتوا وقلتوا ستات المغرب اخرها تقعد في البيت. اهي ستات المغرب عدت لدور ال16 وانت يا حيلتها اللي قعدت. انتصار تاريخي للمنتخب المغربي النسوي بعد فوزه على منتخب كولومبيا. الاعلام الجزائري مصدوم من النتيجه. عالم للسيدات بمشاركه منتخب المغرب، ومنتخب المغرب ده قصته وحكايته تقريبا لا تقل اثاره ودراما وحماس عن قصة منتخب المغرب اللي شارك في كأس العالم الماضية وخد المركز الرابع. لأن المنتخب ده قصة تكوينه وتأسيسه واللي وصل ليه النهاردة، وشواهد كتير جدا بتقول إن قصة